لو حد قالك إن في طريقة ما تقدر عن طريقها تزود فرص التحاق ابنك أو بنتك بمدارس ستيم أو مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد تالتة إعدادي، هل هتضيع الفرصة دي ولا لأ؟ وخاصة لو عرفت إن الفرصة دي من غير ما تدفع فيها ولا مليم. طيب تعرف كمان ان كتير جدا من الطلاب اللي بعد انتهوا من تالتة اعدادي بيبقى كمان جايبين مجموعات كبيرة جدا وبيقدموا في المدارس دي، ومع ذلك بيتم رفضهم وبيخسروا الفرصة للالتحاق بيها بسبب هايف جدا وبسيط جدا. تابع معانا الفيديو عشان تعرف ازاي تزود فرص الالتحاق بهذه النوعية من المدارس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مروة معاذ على اب جيني. النهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا، وانا عارفة ان الفيديو ده بيتعمل دلوقتي وتالتة اعدادي لسه بتخلص امتحاناتها، وده التوقيت المناسب جدا. ليه؟ عشان انت محتاج اول ما ابنك يخلص تالتة اعدادي تعمل اللي هقولك عليه دلوقتي. مدارس الستيم ومدارس التكنولوجيا التطبيقية بنوعياتها المختلفة طريقة التقديم ليها بتبقى مختلفة شوية عن الثانوية العامة أو المدارس الفنية. الثانوية العامة والمدارس الفنية انت بس بتقف عند الشرط بتاعها الخاص بالمجموع، طالما وصلت المجموع ده بتقدر تقدم ورقك في المدرسة دي بتلتحق بيها بكل سهولة. أما نوعية المدارس الأخرى فهي بتمر بخطوتين. أول خطوة زي ما احنا اتفقنا انه بيكون في مجموع محدد. تاني خطوة الاختبارات، والاختبارات دي نوعين. الاختبارات بتكون عبارة عن اولا مجموعة من الامتحانات الطالب بيؤديها، غالبا بتكون اونلاين يعني موجودة على الكمبيوتر، والطالب يبدأ يجاوب الأسئلة دي، وغالبا الأسئلة دي كلها بتبقى قائمة على المواد أو أساسيات في المواد الأساسية اللي درسها في ثالثة إعدادي، اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، وأحيانا بيبقى فيها ساينس، وأحيانا كمبيوتر لو أنت هتقدم في مدرسة تكنولوجية التخصص بتاعها في مجال التكنولوجيا. تمام؟ طيب إيه نوعية الاختبارات بقى التاني؟ هو ده اللي احنا عايزين نزود فرص النجاح فيه. الجزء التاني من الاختبارات ده بيكون الانترفيو او المقابله الشخصيه. في المقابله الشخصيه هنا الطالب بيبدا يحضر قدام لجنه من المحكمين، ويبداوا المحكمين يسالوه مجموعه اسئله. على فكره الاسئله دي مش بيسالوه يعني اسئله عبقريه ولا بيسالوه في الفلسفه، لا، هما بيبقوا عايزين الولد او البنت يعبر عن رايهم، يظهر شخصيته، يظهر ميوله، يظهر مواهبه. واهم من كده هما بيبقوا عايزين يعرفوا قد ايه شغف الولد ده في التعلم الذاتي. يعني ايه التعلم الذاتي؟ ان هو يحب يتعلم بنفسه. ليه؟ لان الفرصه اللي بتتاح المدارس دي بتبقى فرصه محدوده قوي، فعايزين يتاكدوا ان الفرصه دي بيدوها للاشخاص الاكثر جداره اللي فعلا عندهم شغف بالعلم. طب احنا ازاي نزود الفرص دي، وازاي نخلي الولد او البنت فعلا يحققوا او يحصلوا على سكور عالي في الانترفيو؟ الموضوع سهل جدا. اول حاجه حضرتك محتاج انك الولد او البنت يبدا ياخد كورس يتعلم فيه مبادئ عن الكمبيوتر. اشمعنى الكمبيوتر؟ لسببين. اول سبب ان دلوقتي في شهادات كتير قوي من ساعه البانديميك والكوفيد، وهم بداوا ينشروا الكورسات بتاعتهم بشكل مجانا اونلاين، فمعناها اللي انت هيقدر الطالب او الولد او البنت دولت ياخدوا الكورس ده اونلاين مجانا من غير ما تدفع فلوس في مركز ولا اي حاجه. طب ايه السبب التاني؟ السبب التاني ان دلوقتي في اي مجال دايما هتلاقي الناس مهتمة، هل الولد ما يعرفش حاجة عن الموبايل غير الفيسبوك والانستجرام وهيضيع وقته فيهم ولا لا؟ فكون اللي انت بتثبت في الانترفيو ان ابنك او بنتك لا عندهم اهتمامات اخرى وعندهم شغف بالتعلم، فدي هتوديهم في حتة تانية خالص. طيب انا هعمل ده ازاي؟ دلوقتي ابنك او بنتك لحد دلوقتي هم مقيدين في وزارة التربية والتعليم، وبالتالي فعندهم كود طالب وعندهم بريد موحد. كل اللي هتعمله اللي انت هتبدأ تدور على مركز التطوير التكنولوجي التابع لمحافظتك. يعني مركز التطوير التكنولوجي في اسكندرية لو ابنك او بنتك مقيد في محافظة اسكندرية، لو هم في الغربية هتدور على مركز التطوير التكنولوجي في الغربية، وهكذا. طيب مركز التطوير التكنولوجي ده ايه اهميته؟ مركز التطوير التكنولوجي ده اهميته ان بكل بساطة بيبقى عنده مجموعة من الكورسات اللي بيقدر يسجل عليها الطلاب في كلاسز فيرتشوال او فصول افتراضية. الكورسات دي الولد بيتسجل عليها وبيبدأ يذاكرها اونلاين، يعني بيبدأ يدخل على المحتوى ده ويبدأ يذاكرها، وبعد ما بيذاكرها اونلاين برضو مجرد ما بيخلصها بيلاقي فيه امتحان، بيخلص الامتحان، مجرد ما خلص الامتحان بتطلع له الشهادة على طول. تمام؟ بكده هيبقى ابنك او بنتك خلاص بقى معاه شهاده تكنولوجيه، وبقى معاه مبادئ لاستخدام الكمبيوتر او اساسيات الكمبيوتر، وبالتالي هيقدر يبرع في التعبير عن نفسه والكلام عن الجزء التكنولوجي الخاص بالكمبيوتر او التكنولوجيا بوجه عام. طيب لو انا ابني او بنتي لا ده ناوي على ثانويه عامه، خلي بالك ثانويه عامه ان شاء الله من اول السنه الجايه هيبقى في عندنا تراك خاص بعلوم الحاسب الآلي والذكاء الصناعي. الحاسب الآلي والذكاء الصناعي زي ما احنا متعودين في السنين اللي فاتت كنا دايما نسمع اولياء الامور يقول لك ايه، انا ابني دماغه رياضيات، لا انا بنتي دماغها ساينس اكتر، لا انا ابني اكتر ادبي بيحب التاريخ والحاجات دي.
انت كنت ازاي بتحدد ده؟ عن طريق تفضيلاتهم، ان الولاد قبل كده في تالتة اعدادي كانوا بيحبوا التاريخ والجغرافيا والساينس او العلوم، كان في مشكلة عندهم ما، فطبعا بتختار لهم الادبي مش بتختار لهم العلمي. والعكس صحيح، لو هم كانوا بيحبوا الرياضيات والعلوم فدايما بتنصحهم ان هم يدخلوا التراك الساينس او الادبي العلمي علوم او علم رياضة، وده مفهوم. طب احنا لما يبقى عندنا علوم حاسب وذكاء صناعي في ثانوية عامة، فانا محتاج اعرف ابني او بنتي انهي مجال هيكون مناسب ليه. خلي بالك العلوم الحاسب الآلي مش كتلة واحدة، مش بلوكاية واحدة، مش علم واحد، لا دي ليها فروع كتيرة قوي. يعني في جزء خاص بالبرمجة، في حاجة اسمها الديجيتال جرافيك دلوقتي، في حاجة اسمها الاي اي ارتفيشال انتليجنس. فانت لازم تعرف التراك او نوع العلم اللي ابنك او بنتك هيحبوه اكتر. هم في ولاد عندهم مهارات او عندهم abilities ان هم يقدروا يحققوا تفوق في واحد عن واحد تاني. فانت تحدد ده ازاي؟ ما هو حضرتك لازم يشوف، او لازم نقول ايه، يتدرب، او لازم يجرب المواد دي عشان يقدر يختارها. وزي ما احنا عارفين ان مادة الكمبيوتر اللي كانت موجودة قبل كده ما كانش بيحصل لها ابديت كتير، يعني ما فيش حد كتير بيتكلم عن الذكاء الصناعي في العلوم الحاسب الآلي، غير ان هو يقولك يعني ايه ذكاء صناعي، يعني ايه روبوت يعني. لكن عشان تعمل ده انت برضو محتاج ابنك او بنتك يدخلوا يسجلوا في مجموعة من البرامج اللي موجودة دلوقتي بشكل مجاني ومن شركات محترمة جدا، والشهادة بتاعتهم قوية جدا، عشان يقدر يتعرف على ده. فهتلاقي بقى الولد او البنت بيبدأ يقول لك ايه، انا والله لما خدت كورس البرمجة ده عجبني جدا، انا لما خدت كورس الاي او تي او الانترنت اوف ثينجز ده عجبني جدا، انا لما خدت البروجرامينج بالبايثون لا البرمجة ما عجبتنيش، حسيت ان دماغي مش ماشية معاه قوي. حتى يقول لك والله انا لما اخدت كورس المودرن اي اي الموضوع بقى سهل قوي ليا، وحسيت ان انا حابب اكتر اتعمق في الموضوع. فهنا هيبقى الولد عنده شغف، وبالتالي لما هيبدا في الانترفيو يقول لهم انا عايزه التحق بمدرسه تكنولوجيا تطبيقيه قسم الذكاء الصناعي او قسم النتوركينج الشبكات، فيقولوا له ليه يا حبيبي؟ يقول لهم اصلك انا درست كذا وخدت شهاده كذا ولقيت ان العلم ده حلو جدا وانا حابب ان انا اكمل فيه. لكن ان ابنك يقول لك انا عايز ادخل نتوركينج، ليه يا ابني؟ اصلك انا بقعد طول اليوم على الفيسبوك، ده اكيد مش رد، واكيد هيتم الاستبعاد. فهنا بنقول ان لازم ابنك خلال فترة الشهر دي هو خلاص بيركز وبيعمل كده وقت مكثف عشان ياخد الشهادات دي. زي ما انا قلت الشهادات دي مجانا، تعلم ذاتي، يعني ابنك هيخلص الكورس في اسبوع هو حر، هيخلصه في اسبوعين برضه هو حر، مفيش ديدلاين معين. طيب تعالوا بقى نسأل نفسنا سؤال، هي أسئلة الامتحان دي ممكن نجيبها من على النت يعني، والولد يدخل يجيب الشهادة في يوم في ساعة واحدة؟ ممكن تعمل كده، في خلال ربع ساعة كمان تكون معاك شهادة وانت جايب السكور الفول مارك. بس خلي بالك من حاجة، انت خدت الفول مارك وبقى معاك شهادة تقول ان انت جديد شاطر في المهارات او معاك شهادة كذا، لكن هل في الانترفيو هتعرف تجاوب؟ لا. طب هما في الانترفيو يعني هيبقوا عارفين؟ اكيد مش هيبقوا عارفين. خلي بالك المدارس التكنولوجيا التطبيقيه، وخاصه لو انت بتقدم في مدرسه فيها جزء خاص او قسم خاص بالبروجرامينج او الذكاء الصناعي او السوفت وير ديفلوبمنت، هتلاقي واحد قاعد متخصص في المجال ده وهيبدا يسالك. لو قلت له انا خدت شهاده في البايثون لغه برمجه، هيقول لك ايه اللي عرفته عنها؟ طب قول لي كده الكودينج، طب قول لي كده الفانكشن بنعملها ايه، طب انت ايه رايك في السنتكس اللي اسمها كذا؟ فانت طبعا لو معرفتش ترد الشهاده ملهاش اي قيمه. فلازم لازم لازم تبدأ ان انت تذاكر شوية، تضغط على نفسك شوية، عشان انت دلوقتي بتختار فرصة حقيقية، والفرصة دي هتترتب عليها حاجات كتير جدا، هتترتب عليها بعد كده مستقبلك الوظيفي. ويمكن عجبنا جدا ان اخر بيان طلع لرئيس مجلس الوزراء ان خلاص تم السماح لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية اللي فيها القسم التكنولوجي او علوم الحاسب الآلي، يعني ان هي تلتحق بالكلية الحاسبات والذكاء الصناعي. ففكر كويس وحاول دايما تختار الصح ليك ولابنك. احنا معاكم على الصفحة وهنتابعكم، لو عندكم اي تساؤلات حول اي حاجة خاصة بالبرامج دي يسعدنا جدا نتواصل معاكم اننا نعرفكم ايه افضل البرامج دي او تبدأ منين على حسب الخبرة اللي عند الولد او البنت. تواصل معانا قول لنا بالظبط ايه الاكسبيرينس اللي عندهم وايه اللي حابين يدرسوه، واحنا هنرشح لكم الشهادة اللي ممكن تاخدوها تبع وزارة التربية والتعليم مجانا، او ايه الفصل اللي تسجلوا فيه افتراضيا عشان تاخدوا شهادة في مادة انتوا حابينها. شكرا ليكم واتمنى لكم كل التوفيق يا رب كلكم في الامتحانات، وهستنى ان شاء الله لو حد عنده اي اسئلة. شكرا.